والسؤال في شقين، احنا نزلنا ولا ما نزلناش. بيان الأستاذ المرشد كان يشيد بهذه الحركة ويدعو الشعب للتفاعل مع هذا التعبير الاحتجاجي بكل الصور الحضارية السلمية. نزل نواب الإخوان في تأييد ودعم وشكر. لا فين مئات الالاف كان ممكن يبقى وزن النهارده. صحيح. يعني كنا نشوف حركة ولا يا دكتور سامي نشوف حركة قوية. صحيح. والإخوان بيتميزوا بالعدد الكبير، يعني اللهم صل على النبي. يعني أكثر من 2 مليون. صحيح. فضل. الإخوان يمكن أن يشاركوا وأن يكونوا في طليعة التضحيات من أجل يعني مطالب هذا الشعب المصري. أيوة. لكن لا أن يكونوا وحدهم، لا أن ينوبوا عن الشعب. نحن كان يمكن، لكن في ظل هذا الحجم الضئيل الموجود من التفاعل بلا شك النهارده في 6 ابريل، لكن الحركه الاحتجاجيه اكبر من هذا بكثير. يا سياده النائب، انتوا ايدتوا الشباب لو كملت جملتي هتوصل لاجابه سؤالك يا استاذ عمرو. لو اراد الاخوان انها تبقى فاعليه اخوانيه كانوا قادرين ان يفعلوها. في احداث غزه تذكر جيدا الاخوان نزلوا وحدهم في شوارع محافظات مصر بمئات الالاف، واعتقل 1200 وبقوا في السجون 3 شهور. هم نفسهم يحولونا لغزه يا استاذ عمرو، هم عاوزين يحولونا لغزه. دي قضيه ثانيه. بيواجهوا الصهاينه، بيواجهوا الصهاينه، مش بينحنوا للصهاينه، اخر بيت مصري. بيواجهوا لايبرمان زي حماس، مش بيرحبوا بلايبرمان زي حماس. قول لي هتعمل ايه في التشغيل والاستثمار وخلق فرص عمل؟ مش بيرحبوا تعمل ايه في العداله الاجتماعيه والاسره الفقيره؟ تعمل ايه في الصحه وتعمل ايه في الاستثمار وتعمل ايه في التعليم؟ مش تقول لي نبقى زي غزه ونبقى زي حماس. لا لا احنا عارفين بنعمل وعندنا رؤيه وعندنا برنامج واضح 50 سنه وسياسات محدده. محمد بيه نجرب غير مش تنسحب من بيان رئيس الوزراء وانت نائب الشعب. هو رئيس الوزراء قدم ايه؟ تقعد وتفكر وتشوف هتقول له ترد على رئيس الوزراء تقول له ايه؟ هو جه واجهنا لما ناقشوا في استجواباته. انت نائب داخل البرلمان بصرف النظر عن توجهك السياسي الغير قانوني، لكن داخل بالصوت العالي ومقاطعه. اسمعني بس، بالصوت العالي. انا بقول لك رئيس الوزراء جاي النهارده علشان يلغوش على الحركه الاحتجاجيه. لا ما بيلغوش رئيس وزراء مصر. لو اراد رئيس الوزراء مصر اللي انت اقسمت على احترام الدستور والقانون. وايه بقى خلينا باحترامي للدستور والقانون؟ طب ما انت بتقول جاي يغلوش. لا ما تقولش على رئيس الوزراء جاي يغلوش. يعني ايه جاي يغلوش؟ الوزراء النهارده علشان يجي في وقت في حركه احتجاجيه في الشارع. انا عارف انك ما اقبلهاش. كان الاصل ان يقدم حلول، كان الاصل ان يقدم حلول لمنع هذه الحركه الاحتجاجيه. هو ليش معنى جه مش اللي جاي النهارده 6 ابريل. يا واحده يا استاذ محمد، دكتور محمد، هو ليه جه النهارده؟ ما قاعدين انا مش بقالنا شهور يجي، ما جاش ليه غير النهارده؟ ما جاش النهارده استجوابات الغلاء والاسعار. لا استجوابات طبعا من يعني انت متخيل انت يا عم بيه انت متخيل يعني مجموعه الشباب مع احترامنا وتقديرنا كل كامل المقدمه عشان يعني ما اضيعش وقت، ده يعني استنفرت البلد عن بكره ابيها وجات ورئيس الوزراء جه البرلمان وحماية دخل جامعه عين شمس ليه النهارده؟ يا سيدي وحماية طب ما كل يوم عندنا في ساحه جامعه يا سيدي شهر ابريل ده